أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن الوزن المثالي، ويسعدني إن أنا أستضيف صديقتي وحبيبتي دكتورة جاكلين نبيه، أخصائي التغذية العلاجية. دكتورة جاكلين، إحنا نزلنا واتكلمنا في الشارع وسألنا الناس عن الوزن المثالي، ولسه لغاية دلوقتي الناس فاهمة حاجات غلط كتير عن الوزن المثالي، ولغاية النهاردة بيقولك طول ناقص 100. اشرح لنا يعني إيه الوزن المثالي وإزاي نوصل المفهوم الصح للناس. اولا الوزن المثالي زي ما حضرتك قلتي كده ان الناس فاهماه ان هو بالطريقه البسيطه الطول ناقص 100. ده بالعادي، وساعات نزود على الراجل 5 كيلو فوق ال100 دول وننقص من الست 5 كيلو عشان نبقى اللي هو يعني مظبوطه على الميزان. ده الطريقه البسيطه. الطريقه العلميه اللي احنا متعودين عليها يا اما معادلات معينه يا اما اللي هو معدل كتله الجسم اللي هو علاقه الوزن مع مربع الطول بالمتر. الطريقه اللي هي البي ام اي او معدل كتله الجسم ساعات بتظلم الناس، وبالذات لو هم رياضيين وعندهم كتله عضل زياده او قصيرين قوي او طوال قوي، لانها مش بتدي حقيقتهم. يعني لو واحد رياضي وهو وزنه اكتره عضلات هتطلع البي ام اي او معدل كتله الجسم زياده عن الطبيعي، فهتحطه في مقاييس السمنه. ولكن الوزن المثالي أنا شايفاه برأيي يعني الشخصي إنه هو مفيش حاجة اسمها وزن مثالي بالمعادلات، اللي هو رقم. مفيش رقم. في رينج. في رينج طبعا، في رينج زي ما البي ام اي بيقول لنا اللي هو من 18.5 ل 24.9 ماشي. ولكن طب انا لو ازيد منه شويه هل ده يعني ان انا بعاني من السمنه؟ مش شرط، لاني ممكن اكون تكوين الجسم من جوه انا عندي عضلات ازيد. فاللي هيفرق في القصه دي حاجات تانية كتيره غير الرقم ده. زي ايه؟ مثلا زي انا وانتي احنا طولنا واحد بالظبط، في حاجه اسمها الفريم أو الإطار أو هيكل الجسم. الناس كان زمان بتقول إن أنا عظمي عريض فعلشان كده يمكن شكلي مش باين عليا الوزن بتاعي. ده حقيقي نوعا ما، الترم ده أو المصطلح ده حقيقي. البادي فريم بيحدد إذا كان الإنسان ده يقدر يشيل وزن زيادة عن وزنه ويبقى صحي ويبقى حلو ويبقى شكله كويس وتمام. البادي فريم ده إحنا بنقيسه بكذا طريقة، اللي هو عن طريق الرزق هنا، محيط الرزق. المحيط هنا ده، وممكن عن طريق هنا ده في مقياس معين وليه معادلات كتير. لكن ببساطه كده بالنسبه للناس انا ممكن بطريقه بسيطه قوي هو ليه معادله. علاقه الطول برضو بالمقياس ده. لو انا ايدي ما قفلتش يبقى انا اللارج فريم، فممكن ازود 10% مقاس كبير. يعني الجسم يتحمل ان وزني يكون زياده شويه وافضل كويس. زياده شويه توصل ل 10% من الايديال ويت او المثالي اللي هو ناقص 100 ده. ولو انا صغير يعني انا هضم ايدي، انا ايدي مش بتضم عشان انا لارج فريم، انا كبير، هيكلي كبير. لو هو بالظبط يبقى انا الميديم اللي هو اكسبتد او مقبول اللي هو ناقص 100. لو انا ضامم صوابع على بعضها اللي احنا بنسميها بالبلدي الناس السفيفه القليل الصغنططه، اللي هو زي ما انا قلت لحضرتك انا وانتي نفس الطول. احنا عارفين ان انا وانتي نفس الطول، عارفين كده المعلومه دي عن بعض. نفس الطول بالظبط، بس الفريم بتاع جسمنا مختلف تماما. مختلف تماما. يعني انا مثلا مقاس رجلي 40، انا 36 وبلق فيها 36. ازاي؟ هي عظمها او الهيكل العظمي بتاعها سخنطط قد كده، فعايز الانسجه تبقى عليه سخنططه. يعني انا 2 كيلو يودوني في حته تانية. انتي اكسبتد تبقي مثلا حاجه و50 كيلو. انا مش هينفع ابقى حاجه و50، هتبقي قليله قوي، قليله جدا، وكاني باينه اندر ويت جدا جدا. فده مثلا تعالي هاتي ايدك عشان نبين للناس. نبين للناس. بصي احنا الاثنين نفس الطول، ضوافر مديه حجم زياده على ايدي. احنا الاثنين نفس الطول. ولكن بس فرق كبير بين ايدينا. بصي العظم بتاعي عامل ازاي لو حطينا كده. لا استني، دي بقى اللي هنعملها كده. لا ما فيش وجه مقارنه، في صباع. لا استني ما اشوف الفريم بتاعي انا برضو دايره تعالي انا هعملها عشان انا نفس المقياس ده. انا لازم نثبت المقياس. انا مش ضامين اصلا على بعض. هاتي ايدك ورينا كده، ضامين وقافلين ولافين. فبالعكس انا مقاييسي تبقى اصعب منك. انت ممكن يبقى عندك 5 6 7 كيلو تمام، يعني وتبقي بتفضلي تمام. يعني انا مثلا اكسبتد ان انا ابقى انا طولي 158، يبقى انا اكسبتد ابقى حاجه و60. مش لو انا قست بالبي ام اي وزني هتظلم، هبقى في الاوفر ويت، في رينج الاوفر ويت. انت عارفه ده يعني
يشيل من على ناس عبء نفسي كتير، ده إن في شال ناس عبء من عليا. محكومة بإني لازم أوصل للمثالي، لازم أوصل للمثالي. لما انا عرفت المعلومه دي وانا بدرس ارتحتي؟ تغذيه ارتحت جدا، لاني طول عمري من وانا عندي 18 سنه اقول ازاي اوصل ان انا ابقى حاجه و50 كيلو، إزاي يا ربي تيجي ازاي منين؟ هجيبها بعيدة. ازاي، بعيده جدا عليا، وكانت عامله لي عبء هتحسيكي أنا- إن هو مستحيل، مستحيل. امبوسيبل. وان انا محطوطه دايما في اطار مش اطاري. بصي يا دكتورة جاكلين، لو في عندنا 2 نفس السن ونفس الطول، خلاص احنا فهمنا منك انه مش لازم يكونوا نفس الوزن، تمام. كل واحد له فريم واشياء اخرى بتحدد وزنه. ايه هي العوامل التانية اللي تتحكم لي اقول انت محتاج تكون في الوزن الفلاني غير الفريم؟ غير الفريم معدل عضلاته زي ما قلنا اللي بيظلم الرياضيين، لكن لو هو عنده معدل عضلات كبير فخلاص هو كده زي الفل. لو معدل الدهون او كميه الدهون في الجسم هي اللي حاكماه، لا هيبقى اكيد محتاج على الاقل مش يقلل وزنه، يبدل يعني يزيد عضلات ويقل دهون. وغير كده ان الانسان لما يبقى في وزنه اللي هو مناسب ليه، بلاش نقول كلمه مثالي، ايوه احنا عايزين نستبدل كلمه المثالي بالمناسب. المناسب جدا بين الاثنين بالظبط. اشرحي لنا ايه هو الوزن المناسب. الوزن المناسب او الافضل، البيست ويت وليس الايديال ويت. البيست ويت لكل واحد هو الوزن اللي انا اعرف اوصل له باقل مجهود، ما انتعش وانا بوصل له باقل مجهود وبصحه جيده. البيست ويت ان انا ابقى راضيه عن شكلي قدام المرايه، ابقى مبسوطه، مش متضايقه، حابب شكلي، حابه الشكل ده. مش الناس تقول انت عيانه، انت هفتانه، انت. هقول لك حاجه، هو ساعات الناس هتقول كده في رحله فقد الوزن، ما نسمعش الكلام ولكن ما نسمعش الكلام ده لانه بيحبط قوي. ولكن انا مبسوطه، انا اهم حاجه حابه نفسي، انا في المرايه انا مبسوطه من الشكل ده، صحتي كويسه، تحاليلي كويسه، ما عنديش لا انيميا ولا انا تحاليلي كويسه، شكلي حلو، مبسوطه، قادره احافظ على هذا الوزن لمده طويله، مستديم، اقدر اعمله كل يوم، مش مثلا بايته في الجيم ليل ونهار او باكل خصايه. تمام. الحاجات اللي الناس بتعملها دي. تمام. خلاصه كلامك يا دكتوره جاكلين انه الميزان عمره ما كان المقياس، الميزان اللي الناس رابطه حياتها عليه ويعتبر يعني خلاص اله الدايت الميزان، حقيقي مش هو ده الحاجه اللي احنا مش هو بندور عليها، ومش ده اللي يحكم لي. دكتوره جاكلين احنا متشكرين جدا جدا، قلت لنا معلومات فرقت قوي وهتفرق في تعامل كل انسان مع جسمه. واخيرا قولي لي بقى، اللي ما يعرفش يقول ايه؟ بالعكس.